اسمي علي رضا. والله قرار الهبوط ده مصلحة معمولة، بس معمولة على قفانا احنا. واحنا لو هنمشي صح هنطبق القانون. احنا ما عندناش مانع ان احنا ننزل، بس بقية الفرقة تنزل معانا والقانون يطبق على كله. زي النادي الاهلي كده لما ما راحش يلعب مع الزمالك الماتش، المفروض يتخصم منه 3 نقط، يا اما ينزل درجة رابعة زي كل الأندية، ما هي معروفة في لوائح محطوطة واحنا عارفينها. انما لما نلاقي نفسنا تحت مع فيوتشر، وفيوتشر عشان ماسكها ناس معروفين يخلوا لا هو فريق واحد بس اللي هينزل، بعدها يقول لك لا لا، عشان خاطر الاسماعيلي هنلغي الهبوط. لا، تلغي الهبوط ليه؟ انت كده ماشيها ودي. الدوري ده التعب كل اللي احنا بنتعبه دوت وحرقه الدم اللي احنا فيها، والدوري في الاخر ودي يعني عادي. دي مش كوره، دي مش الكوره اللي احنا عارفينها. مش الاسماعيلي اللي هيقع، هو بقى لهم سنين بيحاربوا ان الاسماعيلي يقع، بس مش الاسماعيلي اللي هيقع. احنا بنمر بظروف بقى لنا سنين، بس مش الاسماعيلي يعني. ولو وقعنا هنطلع، وهنطلع احسن من الاول. احنا المشاكل اللي عندنا من كتر ما هم بياخدوا مننا اللعيبه، وبيقول لك انتقالات حره وبيشتروا، ما بقوش عارفين يوقعوك. بقى ايه؟ بيوقعوك داخليا، بيبعتوا لك ناس تمسك مجلس الاداره وبيقولوا ان هم من البلد ومش من البلد. بيبعتوا لك ناس من مجلس الاداره ورئيس النادي والناس دي كلها، ويطلعوا كلهم سماسره وحراميه. ملايين على ملايين بتخش النادي عمرها ما دخلت سنين، ولما بتخش بيقول لك لا لسه القيد موقوف، لسه الدنيا بايظه، لسه القواضي، لسه الكهرباء عليك، لسه. اي حد بنروح نجيبه عشان يمسك النادي مش معقول يدفع 200 300 مليون في الارض عشان بس يسد ديون قديمه على واحد المفروض ان هو اخذ الفلوس حطها في جيبه. مفيش حد عاقل هيرمي فلوسه في الارض يعني، ولا من حبه للاسماعيلي ولا من حبه لاي نادي. اللي بيمسك دوت بيبقى مستثمر، عايز يحط جنيه ياخده اتنين. فده واحد احنا عايزين نجيبه هنضحك عليه لما نقول له خش ادفع المبلغ ده، وكمان هات لنا لعيبه، وكمان قوم النادي، حل لنا موضوع ظلم الحكام، وحل لنا المواضيع كل المشاكل كلها اللي احنا بنمر بيها بقالنا سنين. مفيش حد هيجي يعمل كده.